تكونش انت الضحية للنصاب في التداول. والحقيقه انا دخلت مجال التداول بس للاسف اتنصب عليا في مبلغ 4000 جنيه وده مبلغ كبير بالنسبه لي والله. هنصحك كام نصيحة انت لازم تكون عارفها قبل ما تدخل مجال التداول. رقم 1، الارباح المضمونة. اي حد يقولك انك هتكسب مبلغ معين بدون اي خسائر بيحاول يخدعك. التداول مكسب وخسارة ومفيش اي حد يقدر يضمن لك ارباح ثابتة. رقم 2، لازم تتأكد من تراخيص الوسيط المالي اللي ما بينك وما بين السوق. يعني قبل ما تعمل ايداع بفلوسك لازم تتأكد ان الوسيط المالي مرخص من هيئات مالية معترف بيه. رقم 3، احذر من الناس اللي بتضغط عليك علشان تعمل ايداع وخلاص. يعني حد يكلمك ويقولك الفرصة هتضيع منك، لازم تعمل ايداع بفلوسك دلوقتي. خد خطوة لورا وفكر. الشركات المحترمة ما بتضغطش عليك اصلا علشان تعمل ايداع. اوعى تدي بياناتك الشخصية او البنكية لحد بسهولة. بعض النصابين بيطلبوا منك بياناتك الشخصية زي البطاقة والحساب البنكي بحجة تحويل الارباح وبعدها يسرقوا فلوسك. خليك دايما بتستخدم طرق سحب وايداع امنه ويستحسن تكون بايدك. رقم 6، بلاش الثقه الزايده في التوصيات المدفوعه. في ناس بتبيع اشارات تداول وتوصيات ويقولوا انها مضمونه وغالبا بتكون مضروبه او غير دقيقه. اضمن انك تعتمد على نفسك او تعتمد على مصادر توصيات موثوقه. رقم 6، تجنب منصات التداول الغير معروفه. قبل ما تستثمر ابحث عن المنصه اللي هتستخدمها وشوف تقييماتها. اسال في الجروبات المتخصصه لان في منصات بتسمح لك بالايداع لكن بتمنعك من السحب. 7، ما تستثمرش بفلوس مش هتقدر تستحمل خسارتها. يعني لو حد قال لك حط كل فلوسك وهتبقى غني اعرف انه بيحاول يستغلك. التداول في مخاطر فاستثمر بحذر وما تخاطرش باموال انت هتحتاجها في حياتك اليوميه. 8، ابحث واسال قبل ما تبدا. قبل ما تدخل في المجال خد وقتك في التعليم من مصادر موثوقه زي الفاير اكاديمي بتشرح التداول بطريقه امنه وموثوقه. خلاصه، ما تصدقش الوعود الكذابه بالارباح السريعه. اتاكد من التراخيص قبل ما تستثمر. 3، احذر من الضغط والالحاح بالايداع وانت مش شايف حاجه اصلا. 4، استخدم منصات موثوقه وابحث عن التقييمات. استثمر بذكاء وما تخاطرش باكتر من تحمل خسارتك. واخيرا لو عندك تجربه او حد تعرفه وقع ضحيه للنصب شاركها عشان الناس تتعلم وتاخد حذرها. انتظر مني كل جديد عن مجال التداول.